هو اي كورس عموما من اللي انا هحكيه دوت كورسات معبيه، يعني تفاصيلها كتير، تفاصيلها كتير يعني معبيه. هو فعلا كورس انت هتاخده من هنا دماغك هتصدع، اللي هو هتطلع منه كده خبره، تطلع منه تشتغل. بس الفكره بقى في ان ازاي تجيب العميل دي بقى ما اعرفش هتبقى موجوده في الكورسات دي الصراحه ولا لا. بالنسبه لاحوال الكورسات اللي هنتعلمها سوا، اول حاجه بالنسبه للمونتاج اللي هنتعلمه من الالف للياء، ده كورس محترم. الكورسات دي كلها شفتها يعني بتجيلي اعلانات على الفيس وكده، اللي هو تطبيق كاب كات، تسويق بالمحتوى، فويس اوفر، الطريقه الصحيحه لكتابه محتوى تسويقي وعمل حملات. اللغه الانجليزيه، حمايه الاطفال من برامج التواصل الاجتماعي والتنمر، دبلومه اداره الموارد البشريه، ضاعف مبيعاتك عن طريق اليوتيوب، كورس التصوير بالهاتف، كورس الجيمنج، ودبلومه اليوتيوب هيعلمك ازاي تلون وتحسن جوده اي صوره او فيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي. ده كورس مهارات البيع والاقناع الاحترافيه، دوره امتلاك اسرار انك تقول لا، معلومات عن طرق الربح على الانترنت، كورس السيو، كورس إدارة المشروعات بدون تعقيد، كورس المشروعات ومراحل تطويرها ودورة حياة المشروع، كورس إدارة أنشطة المشروع، كورس إدارة وقت المشروع، وكورس إدارة الموارد والتكلفة، كورس إدارة التقارير، كورس بيعلمك مهارات متقدمة باستعمال ماكرو VBA، ماكروز VBA. طبعا ما حدش يسألني يعني ايه عشان انا ما اعرفش. كورس إدارة جودة المشروع، كورس إدارة اتصالات المشروع، وكورس إدارة المخاطر بالمشروع، كل ده مرتبط ببعضه. كورس إدارة التوريد، كورس الحرية المالية والاستثمار في الأزمات، كورس الربح من بيع الكتب الإلكترونية اللي هي بيبقى اسمها إي بوك، دورة قوانين العقل الناجح، كورس عمليات الإدارة، كورس كتابة المحتوى المتخصص، كورس إدارة الأعمال والأفراد، كورس الربح من التصميم على كانفا، لومة تداول أسهم وبورصة.